حضر جنازته وهو عايش. ستيفان روستي اتولد يوم 16 نوفمبر سنة 1891. أبوه كان سفير النمسا في مصر، وأمه كانت إيطالية. عاش معاها في حي شبرا، وبعد فترة سافر ألمانيا ومنها لفرنسا. وأثناء سفره قابل الفنان سراج منير والمخرج محمد كريم، اللي أقنعه وقتها يرجع مصر. وفعلا رجع واشتغل في فرقة عزيز عيد وفرقة نجيب الريحاني اللي كانت بداية شهرته. كان مخرج أول فيلم مصري سنة 1927 وهو فيلم ليلى. أخرج بعدها مجموعة أفلام أهمها فيلم صاحب السعادة كشكش بيه سنة 1931. قدم ستيفان روستي حوالي 40 عمل فني. وفي سنة 1964 انتشرت إشاعة وفاته بعد ما اختفى فترة كان بيزور فيها عيلته في اسكندرية. واتذاع فعلا خبر وفاته، ونظمت نقابة الممثلين وقتها حفل تأبين. وفجأة دخل عليهم ستيفان روستي وكانت صدمة لكل الموجودين، وتحولت بعدها لفرحة كبيرة. وبعد مدة قليلة اتحققت الإشاعة، وتوفى ستيفان روستي في 26 مايو في نفس السنة، وكان عمره 73 سنة. كان آخر أفلامه حكاية نص الليل مع الفنان عماد حمدي. ودي كانت قصة النهاردة من اسمك مش غريب.